بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في فقره جديده من فقرات المزاجنجي. وطبعا منذ قليل انتهت مباراه الاهلي والداخليه والزمالك وفاركو، وعمرو السوليه ينقذ الاهلي من كمين الداخليه بهدف طبعا يعني في اللحظات الاخيره طبعا من في الدقيقه 83. طبعا انتهت مباراة الأهلي بتقدم الأهلي في الشوط الأول عن طريق محمد مجدي قفشة، وفي نفس الشوط كمان تعادل نادي الداخلية بركلة جزاء عن طريق كريم يحيى، ثم يأتي السولية في الدقيقة 83 بهدف جميل جدا الصراحة. كمان مباراة مباراة الزمالك انتهت طبعا أمام فريق فاركو، وطبعا الجريحين في مكانهم. نادي الزمالك تقدم في الشوط الاول عن طريق مصطفى شلبي، والشوط الثاني من ركله جزاء صحيحه عبد الله السعيد يضع الهدف الثاني. كمان هنستعرض مباريات ثوره الترقي. طبعا يعني حرس الحدود يقترب وعلى بعد فوز واحد طبعا بعد الفوز طبعا على فريق الترسانة بهدفين مقابل هدف، والسبورتنج يتعادل مع منتخب السويس بهدفين لمثلهما. وكده يعني ممكن حرس الحدود يحتاج فوز واحد عشان يصعد. حرس الحدود دلوقتي 9 نقط، واللي تحتيه 5 في 5 في 4. كمان امبارح طبعا في اليورو اسبانيا بيحسم صدارة مجموعته، بيفوز طبعا على الازوري الايطالي بهدف طبعا يعني كان هدف ذاتي عن طريق غلطة من المدافع. لكن يعني الصراحة اليورو كرة تانية مع كل الاحترام. كمان طبعا استكمال الاسبوع الماضي بيراميدز قطار بيراميدز اللي يتوقف، هو ال11 فوز على التوالي بفوزه على بلديه المحله بهدفين مقابل لا شيء. طبعا بقى نتكلم على الكوبري الجديد اللي بيتعمل دلوقتي للشيبي. طبعا القادسيه السعودي طالب الشيبي. هل العرض ده كوبري ام عشان ننسى حوار السعيد والكلام ده؟ طبعا يعني تعنت لجنه الانضباط وتعنت لجنه الحكام والزمالك. خطاب الزمالك طبعا الخطاب اللي ارسله الزمالك انا شايفه الصراحه خطاب مقنع جدا، خاصه ان برضو النادي الاهلي قبل كده عمل نفس الخطاب اللي هو طبعا طلب حكام والكلام ده وتكافؤ الفرص ومبدا تكافؤ الفرص. مع كل الاحترام يعني هل احنا شايفين الدوري ده دوري بجد؟ يعني فرق ما بتلعبش بعضها من الدور الاول. مع كل الاحترام والتقدير، طبعا دوري متفصل تفصيل. طبعا عامر حسين بسم الله ما شاء الله هو احمد دياب مبوظينها. طبعا كمان جمال علام في الطراوه. بجد يا الله انتوا شايفين ده دوري؟ مجموعه فشله، مجموعه فشله بجد. طبعا هنتكلم على طبعا هنتكلم على شوشو احمد شوبير بينتقد خطاب نادي الزمالك. طب بذمتك يا شوبير انت انتقدت خطاب الاهلي ده قبل كده؟ نفس الخطاب ده كان الاهلي بعته بالذات على حوار الحكام. على فكره مش اول فريق نادي الزمالك ينتقد الحكام. سيراميكا كليوباترا بعد مباراه فيوتشر طبعا انتقد الحكام بسبب ركله الجزاء الهزليه اللي اتحسبت لفريق فيوتشر، وطبعا اسفرت عن خسارته. الاسماعيلي، بلديه المحله، انديه كتير دلوقتي يا جماعه ضد الحكام للاسف حكامنا ضايعين، ومحدش يقول لي ده اخرهم. طبعا هنتكلم عن الناس اللي بتقول لك غطسه احمد سيد زوزو احمد سيد عومو. طب حد شاف الغطسه بتاعت كهربا في مباراه الاتحاد؟ على فكره كان ممكن اتكلم في الموضوع ده، لكن مع كل احترامي لاخواتي الاهلاويه مش هنتكلم. لكن بجد خلينا بقى منضبطين بقى. هل نادي الزمالك هيلعب بالقمه بعد الخطاب ده؟ هنشوف طبعا يعني يوم الاحد او يوم الاثنين هتصفر عنه ان الزمالك هيلعب ولا لا. لجنه الحكام بدل ما بتعاقب الحكمين بيلعبوهم في مباراه الترقي، وبرده في فضيحه حصلت في مباراه ترسانه، وبرده محمود البنا يا جماعه بسم الله ما شاء الله هو والغندور في الطراوه. لجنه الحكام زفت، لجنه مسابقات زفتين، لجنه انضباط 3 صفات، لجنه الانديه مفيش، اتحاد كره ضايع. يا جماعه انتوا لا تفهموا لوايح ولا ليكوا في اللوايح. الدوريات اللي حوالينا خلصت، كل الدوريات اللي حوالينا خلصت. يعني بجد والله انتوا بالدرجه دي مش واعيين. والناس اللي بتقول لك هيخلص 16/8 يعني بجد والله انا التويته اللي كتبها كابتن امير عزمي طبعا كان عضو سابق في طبعا في الجهاز الفني للزمالك ايام مستر جروس. يعني الراجل كتب تويته متفصله. طبعا الكلام عليك يا عامر حسين ترزي فاشل ولا عارف تعمل حاجه. انت مقتنع باللي انت بتقوله يا عامر حسين فاكر نفسه هيقعد للسنه الجايه لانه بيقول لك الدوري الجاي هيبقى دور واحد. يا راجل روح، يا راجل روح، انت فاشل. شوبير
يا كابتن خطيب الراجل ده بيطبل لك ليل نهار. يا كابتن خطيب خدوا قناه النادي الاهلي يا اخي. مشخر قناه اون تايم سبورت كلها لخدمه لخدمه النادي عشان ابنك يا عم ماشي. طبعا علاء طيوزه او علاء صادق بيقول لك ان 80% زملكاويه في 80% من الزملكاويه في اون تايم. اديك شايف يا كابتن اديك شايف يا علاء يا صادق، اديك شايف. طبعا يعني بعد قليل طبعا هتنطلق مباراه مهمه جدا، منتخب هولندا الطواحين الهولنديه امام الديوك منتخب فرنسا. وهنشوف بقى مباراه كويسه طبعا، برضو صراع الصداره في المجموعه دي. كمان منتخب الدنمارك بيتعادل بمفاجاه كبيره امام المنتخب الانجليزي. لكن انا مش عايز اتكلم على اليورو الا بعد ما دوري المجموعات يخلص يعني. حتى الكوبا امريكا نفس الكلام. طبعا شاركونا بالتعليقات، رشحوا مين طبعا الفريق اللي هيتوج باليورو، مين الفريق اللي هيتوج بالكوبا للكوبا امريكا. برضو هنشوف التعنت ده اخرته ايه بجد. يعني نادي الزمالك انا شايف الخطاب اللي عمله صح. نادي الزمالك عايز حقه. طبعا انا عارف اللي في ناس بتقول لك انت مالك، انت في المركز ال11، المنافسه دلوقتي بينه وبين بيراميدز. يا حبيبي فين تكافؤ الفرص؟ فين المنافسه؟ ده انت ما لعبتش بيراميدز من الدور الاول، مع كل الاحترام يا عزيزي الاهلاوي، انت ما لعبتش بيراميدز اصلا. ده انت في مباريات من الدور الاول ما اتلعبتش. ده انت مباريات الداخليه دي من الدور الثاني، ولسه هتلعب الداخليه تاني يوم الجمعه الجايه. يعني بجد والله شفتوا حله العدس اللي احنا فيها دي. اتمنى يا رب ده يتم. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لنادي الزمالك. طبعا ما تنسوش الدعاء لاخواتنا في فلسطين، اخواتنا طبعا في السودان. طبعا الله يرحم طبعا ضحيتين النادي الاهلي، الاخت نورهان والاخت نرجس، الله يرحمهم. كمان رحم الله اخونا الزملكاوي استاذ علاء. طبعا حفظ الله فلسطين، حفظ الله مصر. طبعا ما تنسوش التعليقات والسبسكرايب، وطبعا اضغط على زر الجرس واللايك. طبعا بشكركم يا اخواتي، وطبعا بتمنى يا رب اكون ما تقلتش عليكم. شكرا، السلام عليكم.